يا صباح الورد. من داخل حمامات معمولة من حوالي 30 سنة. 30 سنة. النهاردة الشركات بتدي 10 مش عارف كام سنة كده على الضمان، ومواسير حديد من 30 سنة. احنا عايزين نتكلم كلام علمي تتعلم منه انت وغيرك. ألا وهو طلع أشياء حديثة في الشغل، تمام؟ تعتبر كده الأشياء دي غير مفيدة بالمرة، غير مفيدة بالمرة. مجرد بس إيه، حوار بيتعمل وتكاليف بتتعمل، تمام؟ ما كانش ليها أي معنى في حياتنا خالص ولا وجود في حياتنا. ولما استحدثت وحصلت في الحمامات، ركز في الدرس ده عشان مش طالع أقول نكت. أنا مش طالع أقول نكت، ركز في الدرس معايا وفي الكلام اللي بقوله لك، عشان ده كلام معلمين تقال. كلام من 46 سنة عمال يتحط هنا من 46 سنة، تمام؟ وطبعا لما دخلت المدرسة بتاع 46 سنة، المدرسة لما دخلتها مع جدي، نسأله الرحمة، الناس دي كانت معلماني حاجات حصلت من 70 سنة. يعني جدي كان معاصر الصنعة لما أنا دخلت معاه، بقاله حوالي 40 45 سنة في الصنعة. فلما دخلت معاه هو كان سابقني ب 45 سنة في الصنعة، انه كان ساعتها عنده حوالي 60 سنة تقريبا، تمام؟ لما كان سابقني ب 45 سنة في الصنعة وطفل صغير في الصنعة، فهو قال لي وعرفني ايه اللي كان بيحصل من 45 سنة. واياميها كنا بنصلح بوابير وبنصلح سخانات، تمام؟ امثال السخان بتاع شركة اسكندرية ما حدش يعرف عنه حاجة، شركة اسكندرية، تمام؟ واول واحد عرفني اغسل السخان 10 لتر ازاي، هو عرفني اغسله ازاي واملاه ميه ازاي ومكانه يغسل ازاي، ولما يشيل حط بنزينه ازاي، وساعات ننزله جراج حسب ظروف مكان العميل. ما علينا، مش هو ده الموضوع. اول حاجه افتكست في العصر بتاعنا ده الا وهو دليل التقطير، شيء ليس له معنى. دليل التقطير ده شيء ليس له اي معنى، مجرد بس حاجه بنظام فرض عضلات، وان انا بعمل دليل تقطير ليس له اي معنى. انا هديك بس مثال بسيط عشان الكلام ده كلام معلمين تقال بفضله. يعني لو انت عندك جلبه جوه الحيطه، تمام، مشروخه، هيعمل لك ايه دليل التقطير؟ الميه تضرب في اوضه النوم وهتنزل جوه جدران في الطوب المفرغ بتاعنا، تمام، وهتنشع على الجار تحت. او لو في منور، تمام، هتلاقي منشعه على الشباك بره، تمام. او لو في بانيو هتلاقي منشعه في اوضه النوم. حلو كده؟ ده اللي التقطير مش هيعمل لك حاجه. دي نمره واحد. نمره اتنين، اهم حاجه من نمره واحد، ان عندك المواسير جوه الحيطه هي اللي فيها مشاكل. وانت عمرك لقيت ماسوره بلاستيك تحت الارض مصبوب عليها فيها مشكله؟ لا. اللي راح بقى غشيم مسك كسرها وسد عليه، دي قصه تانيه مالناش دعوه بيها. لكن بنتكلم بنقول ايه؟ دليل التقطير ده شيء ليس له اي معنى خالص نهائي. ونفس الكلام العزل، اعزل 100 ومش عارف وكام و90 وكام و700 وكام، مش عايز اجيب اسم حاجه معينه يعني، تمام. العزل بالنسبه لي في حماتي طول عمري على نظام واحد، بعد ما اخلص شغلي كله اصب الارضيه كلها اسمنت ورمل، كلها اخليها مستوى واحد. مش هعمل لي بقى صندوق ماشي يمين وشمال وصندق الصرف، اسمها صندق الصرف، اسمها صندقه صرف. كنا بنصندقه بايه؟ بالواح خشب بتاعه النجار، وساعات بطوب زي ما بيحصل اليومين دول، تمام. لكن انا عندي حاجه، مبدأ بيقول ايه هو معنى ان انا اصندق الصرف واجي بعد كده اصب رمل قد كده؟ يبقى انا عملت مصيبه. ليه؟ كلام غير مدروس، كلام غير مدروس، مش كلام معلمين. كلام معلمين بيقول ان انا لما اعمل حمام كله يتصب. ليه؟ انت مش عامل حمام سعادتك هتكسره كمان 10 سنين؟ لا، احنا بنعمل حمام زي ما شفتوا كده ورايا، ده كده اللي قاعد فيه ده بقاله حوالي 30 35 سنه. هو انت كل 10 سنين هتهد حمام ليه؟ يلاقي فلوسك؟ ولا عندك مطبعه فلوس؟ ولا بيجي لك معونه من بره كل شهر مليون دولار؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. انت بتعمل حمام بتعمله علشان خاطر ما يتكسرش بعد كده. مش تعمل حمام عشان خاطر كمان 10 سنين 20 سنه تكسره، لا، تعمل حمام علشان بعد 30 40 سنه لما تفكر تزهق من شكله، تمام، تقدر تعمله. لكن مش ان انا كل 10 سنين اكسر حمام، مين في حمل الكلام ده؟ فالنهارده لما اصب الصرف بتاعي كله، تمام،
واصب الحمام بتاعي كله، عملت ارضيه فوق الارضيه. انا في ارضيه حمام واخده مني، ارضيه حمام واخده مني 8 شكاير اسمنت، عباره عن 2 متر بالظبط كده في حوالي 6 متر، واخده مني 8 شكاير اسمنت عشان كان فيها مشكله وصبتها كلها. تمام. واديها ماده مع الصب. تمام. وانسى الموضوع، وانسى الموضوع. اما الافلام اللي بتحصل اليومين دول مجرد زخرفه. عارف شغل الزخرفه؟ شغل زخرفه ليس له اي معنى في السباكه. وشغل ال 45 ده جوه الحيطان ده مشكله كبيره جدا. قلنا قبل كده في حاجه اسمها يا جماعه ضربه استباقيه للاحداث، ان انا بعمل الحساب اللي بعد مني لو حصلت مشكله الكود 90 هقدر الحم، ال 45 لا، هيعرضني ال 45 ده لتدمير الجنب كله، عشان ممكن اصلح تصليحه في لحام اخطات فيه، وده وارد، مفيش حد معصوم من الخطا. لما اعمل 45 وافرح بال 45 واتصور جنب 45 ويحصل مشكله في الحام، طب جميل انك عملت 45 انت حر، بس بكلم بقول لك ايه، انت مش عامل حساب بعد منك ان ممكن تحصل مشكله في الحمام، يعمل ليك في الحام بعد كده. والكلام ده شفته بعناية كذا مرة، وكسرت عليه كذا مرة، وانتوا كسرتوا كذا مرة على الحامات جوه الحيطة ملحومة ومضمونة وجايبة مية. فضد ال 45 جوه الحيطة، وضد انك تعزل وتعمل افلام وتكلف العميل قد كده على الفاضي، لا، هتصب الصرف بتاعك زي ما تصدق الصرف بتاعك، صب لي الحمام كله. هيكون بينك وبين الارضية 10 سم تردم بسمنت ورمل، مش تردم لي برمل. الرمل ده هيمص الرطوبه بتاعت الحمام وبتاعت بخار الحمام، ويعمل لك رطوبه، ويبك في الحيطان في الجناب، ويبك بره في الجناب. وذلك تلاقي دايما غالب الابواب من تحت كلها متاكله. ليه متاكله؟ عشان حضرتك حاطط رمل من غير ما تخلطه باسمنت. ده التاسيس صح، يعيش معاك الحمام بال50 سنه ولا في اي مشكله. هو ده معدي 35 سنه، وفي حمام فيلا عامله من ضمن الحاجات عملتها يعني، عامل الشغل ده من حوالي 35 سنة، حديد نص، عايش لغاية النهاردة. من 35 سنة حديد نص، عايش لغاية النهاردة. واللي عايز يقول لي تعالى صورك، تعالى اوريك، ما عنديش أي مشكلة خالص. تمام. فبقول يا جماعة في مبادئ بتتعمل في الشغل على أساس علمي، اللي عنده خلفية علمية، واللي ملوش أصل ملوش وصل، واللي ما اتعلمش. أنا قعدت صبي في الشغلة دي 8 سنين صبي، 8 سنين صبي. بدأت بعد كده أبدأ إن أنا أجدد في الحمامات سنة سنة، أغير للبارد وأعمل سخن وبارد خارج الحيط، بعد كده جوه الحيط، بعد كده بقيت أعزل. ففي خطوات حصلت في حياتي. 8 سنين صبي، النهارده 8 شهور صبي، ويجيب مكنة لحام ويسألني في التليفون يا حاج سامي، بيحصل، وهو اللي شاهد عليا، مش بتكلم كده، وهيحاسبني لو بكذب. قال له يا حاج سامي الحوض على كام؟ القعدة على كام؟ السخان على كام؟ ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده في ايه؟ انا بس عايز احفظ المقاسات دي. قلت له تحفظ المقاسات بمعنى انك هتشتغل لوحدك؟ ما ينفعش يا حبيبي، لازم تشتغل مع سباك محترم واثنين وثلاثه واربعه وعشره. لما تتعلم السباكه منهم كلهم مدارس كتيره، تقدر تخرج بعد كده وتبدا حياتك على مبدا علمي. انما انت عايز تبدا تكتب في كراسه الحوضه على 85، والمطبخ على 90، والبانيو على 45 50، والخلاط على 65 70 بتاع الدش، والخلاط الشاور على 120 110، والرين شاور على 220، والجيتات على 120 130 140. تمام. وتقعد تفتكس مع نفسك؟ لا، الموضوع مش مقاسات، الموضوع مش مقاسات، الموضوع حبكه فنيه، ويبقى عندك حاجات تانية غير المقاسات. هو الشغل السباكه ده مقاسات؟ لا مش مقاسات، لا خالص، عمره ما كان مقاسات. ده في مبادئ واسس علميه بتشتغلها. النهارده اقول لك حاجه جديده في الحمامات، لو انت عايز تعمل سخن وبارد في الحمام في جيتات، وهتركب لي محبس دفن، المحبس الدفن ده لا يتعدى النص بوصه. حضرتك اللي مش واخد بالك، انت بتركب محبس دفن للحمام، تدي منه السخان وتدي منه البارد، لا يتعدى قطره الداخلي نص بوصه. ازاي يا حاج سامي الكلام ده؟ اقول لك ازاي. طب ما اجيب الجلده بتاعت المحبس الدفن وده وذاكر. احنا مش مذاكرين للاسف الشديد. ده انا بشوف معلمين كبار بيتكلموا مصطلحات تكسف، وانا بعلق له، ومراقب كل الصفحات، ومراقب كل المعلمين. خلي بالك، ما فوتش معلم لما اشوف شغله بيتكلم ازاي، واعرف حدوده وامكانياته وتفكيره وعقله بيعمل ايه. مصايب، اقسم مصايب، اقسم بيه مصايب بيعملوه، مصايب مصايب.
ليه بقى؟ لانه بيعلموا ناس غلط، وبناء عليه اللي بيامنوا بيهم دول بيتعلموا غلط، وبناء عليه سعادتك اللي الناس واثقه فيك بيتخرج من وراك مدرسه فاشله، بتخرج وراك مدرسه كامله فاشله. ليه؟ لانك انت من نوع الناس اللي شغالين في الحمام كويس، لكن برضه ما عندكش درايه انت بتركب ايه. اما تركب لي محبس دفن مشهور جدا اللي انت عارفه وانا عارفه، اي محبس ان كان مشهور، تمام، انت مش مذاكر. لو مذاكر تعرف ان الجلده دي بتقفل، الجلده دي بتقفل على قطر لا يتعدى نص بوصه. الذي لا يقبل القسم على 2 لسخان سخن وبارد، لا يقبل القسم على 2 نهائي. القطر ده قلنا قبل كده. يبقى سعادتك بتخطأ في حق العميل وفي حق نفسك، انك بتواجه مشكله ومصيبه بعد ما تقفل شغلك ان عندك فيه مشكله حصلت. الكلام ده انا بقول لك عليه ليه؟ لان انا تعرضت له من 35 سنه. اما دخلت الفيلا عشان اسسها اتعرضت للكلام ده. الجيتات عندي كانت طويله، عندي جيتات وكان عندي رين شاور من 35 سنه، والصور موجوده والفيديو موجود والمكان موجود. مش بتكلم كلام كذب، لا، بتكلم كلام واقعي وعايش فيه. انا بتكلم معاك واطور الدرس ليه؟ عشان يبقى عندك وعي يا معلم يا كبير يا تقيل انت وهو، تمام؟ انتوا ما عندكوش وعي ولا مذاكرين بتعملوا ايه. انتوا بمجرد بس بتلزقوا وخمسة تمام، والخلاط على 120 الدفن، واقول له بتركب ازاي والجيتات بتركب ازاي، مره 2 هنا مره 3 هنا مره 4 هنا، ورين شاور قد كده، ورين شاور قطره متر، ورين شاور قطره متر ونص، وده رين شاور ده ب 50,000 ونتفاخر ب 100,000، وحمام مكلف نص مليون. ده مش تفاخر، لا، ده انت بتعمل مشكله انت اصلا ممكن ما تعرفش تحلها بعد كده. انا عندي النهارده مشكله عند العميل ان انا اركب محبس دفن، جميل جدا، ركز معايا. لو هركب محبس دفن ومجبر ما عنديش امكانيه ان اركب محبس بليه، تمام، خارج الحيط او من خارج عند العميل، عنده ضغط متقفل والدنيا متقفله بره وهو الدور الثالث او الرابع الخامس، مش هينفع اطلع الحبل، مش هينفع اعمل له محبس جنب الشباك، مش هينفع اعمل له محبس تحت الحوض، واضطر اعمل محبس دفن. وعندي الصاعد برضه بوصه، جميل جدا. طب انا عندي ضربه استباقيه لحدث، اعمل ايه؟ وعندي الدخله بتاعه الميه 3/4، لكن المحبس من جوه يا حبيبي نص بوصه واقل من نص بوصه. شوف قطر الجلد قد ايه، وذاكر يا حبيبي اللي مش مذاكرين. انتوا اهم حاجه عندكم تعزلوا وتدهنوا وتعمل لي 45 وتقف تصور جنب السيفون، بس هو ده اللي احنا فالحين فيه. لكن نذاكر نعمل ايه مفيده للناس للحمام، ما نذاكرش. لو انت عندك مخرج 3/4 هتركب عليه محبس دفن 3/4 وانت مصر على كده، وانت ما عندكش مكان مجبر على كده، طيب سامي بيضيف لك حاجه مهمه جدا في الحمام. تعمل ايه حضرتك؟ تعمل لي 2 دخله 3/4، تمام، في اتجاهين، محبس ومحبس، محبسين 3/4 دخله بارد بس، تمام، وتعمل لي دخله لوحدها خالص للسخان، دخله لوحدها للسخان، ان لم يكن عندك فوق السطح سخان كهرباء او سخان شمسي او سخان غلايه. دي قصه تانية خالص، موضوع تاني، تمام، وهتنزل برضو بسخن خاص للمكان. قصه كل مكان يا جماعه له ارشادات وله تعاليم لابد نمشي عليها. لو انا مزنوق خالص وادخل الحمام سخان واحد زي كده، تمام، وعندي المكان صعب ان ادخل فيه دخله لوحدها، صعب ان ادخل فيه محبس بليه بوصه، او مش عايز ازود شكل، تمام، اي تشويه شكل، لا، بعمل محبسين دفن. يبقى انا عندي مدخل ومدخل، 2 مدخل، اي 2 نص بوصه بيغذوا التغذيه عندي العمومي، بتدخل نص ونص، بتدخل يعتبر معدل بوصه، معدل بوصه داخل عندك في الشبكه. يبقى انت حاجه اسمها دعمت الشبكه بقوه ميه معادله لاستعمالك. النهارده عندنا مشكله كبيره جدا اسمها يا عم سامي، كل لما اجي اخلط السخان يطفي. اتفرج على الصفحات، مصايب على الصفحات. ليه مصايب على الصفحات؟ اولا اللي بيجي يتعلم بيجري فيديو، وده منتهى الجهل، ده انسان جاهل مش عايز يتعلم. اللي بيجري الفيديو ده اي معلم ان كان، انا ببص عليه واشوف الفيديو من اوله لاخره، وبنقد بعض الكلمات بتتقال. واحد بيقول لي قعر خزان، في حاجه اسمها قعر خزان؟ في معلم تقيل يقول قعر خزان؟ دي كلمه تتقال اصلا؟ في حاجه اسمها ارضيه خزان، مش قعر خزان، في ارضيه خزان. واتخلق الخزان يتركب له شيك بلف بوابه. ولما تعمل سعادتك اي محبس اي مكان في شيك بلف على العمومي، تمام، محبس عداد شيك بلف عمومي، لازم سعادتك يا معلم تعمل ضربه استباقيه اسمها تركب لي حنفيه قبل الشيك بلف العمومي.
لو العميل قال لك في مشكله عندي في الخزان، قول له انت معايا على التليفون اقفل الميه العمومي، هيقفل الميه العمومي. افتح الحنفيه اللي قبل الشيك بلف، هيفتح الحنفيه اللي قبل الشيك بلف. جابت معاك ميه يا باشمهندس؟ جابت معاك ميه يا دكتوره؟ اه الحنفيه جابت معاها ميه، يبقى كده الشيك بلف بايظ يا مدام عاوز صيانه هجيلك. يبقى العميل يختبر معاك الموضوع بدل ما تروح تضرب مشوار طويل عريض وتلاقي مفيش حاجه، والعميل يقول لك انا عايز 500 جنيه. ما انت رحت اكتوبر مثلا او رحت الشروق، هتاخد اقل حاجه 500 جنيه في مشوارك. ما النهارده اوبر بياخد كام؟ حوالي 300 رايح و300 جاي، او 200 رايح و200 جاي. هتاخد انت كام؟ قول هاخد لك 100 جنيه، 150 جنيه من ورا اوبر، ادي 500 جنيه. انت ما عملتش حاجه. 500 جنيه على ايه؟ ويزعل منك ويقلب الدنيا. ليه؟ لان سعادتك مش عامل حاجه اسمها ضربه استباقيه للحدث، انك تركب حنفيه قبل الشبال يا معلم يا مفتح. ما احنا عشان ما عندناش خلفيات للمشاكل، جماعه ركيبه، جماعه ركيبه ما مش حافظين، حافظين مش فاهمين، حافظين مش فاهمين. لابد ان نعمل حاجه اسمها ضربه استباقيه. اي شبال في حضرتك تركبه في غلايه، في كيت في كيت في كيت، تركب قبليه حنفيه اسمها حنفيه اختبار. حنفيه اختبار، قافل المحبس اللي قبليها او اللي قبل العداد، وقبل الشبال اعمل حنفيه عشان لو رد الشبال في ميه هتلاقي الحنفيه جايبه معاك ميه. ولو في عماره نفس الكلام، تعمل شبال قبل الشبال، حنفيه قبل الشبال، عشان لو حصل حاجه في ليك في الشيك بلف تقدر تعرف في ثواني يقفل المحبس العمومي او المحبس اللي داخل على الغلايه، او ان كان اي كان هو ايه بالظبط، تمام، او الموتور، وتفتح الحنفيه اللي قبل الشيك بلف. تقدر تعرف في ثواني الشيك بلف ده بايظ ولا لا. مش حل الشيك بلف وفك الشيك بلف وطلع الشيك بلف بره وانفخ فيه وبص بالمفك، فيلم طويل عريض. ليه؟ عشان ده مش شغال، عشان ملوش اصل، وده ملوش اصل، ده شغال على الوش، شغال على القشطه بس، ما يعرفش اللبن تحت فيه جبنه وفيه سمنه وفيه شرش وفيه معالج وفيه لبن قاطع، كل الحاجات دي كل ما يعرفهاش. ويعرف بس ايه اللبن، ايه قشطه، اللبن ايه قشطه، بس كده شكرا. لكن يعرف حاجه دي ما يعرفش حاجه تاني. فالمهم يا جماعه دي مهم جدا. لو انت عندك مشكله في حمام، تمام، عايز تغذيه قويه، اعمل لي محبسين دفن داخلي يخشوا الاثنين مع بعض، يدوا تغذيه للشبكه الثلاث ارباع مضاعفه. عشان عميل دايما على الصفحات بتتكلم يشتكي ويقول كل لما اخرط السخان يطفي معايا السخان. ليه؟ عشان حضرتك المحبس الدفن لا يقبل القسم على 2، لكن محبس البليه يقبل القسم على 2. ليه؟ لان محبس البليه ضخه شديد، ضخه شديد. عرفت تعمله تحت حوض، خير وبركه، اعمل لي محبس بليه تحت حوض خارجي، يبقى افضل بكتير جدا جدا. تمام؟ باظ تعرف تغيره سهل. لكن محبس الدفن لو اتسد زي المحبس شفناه في فيديو قبل كده، والسباك قال لك هنكسر ونشيله، تمام، اتسلك بسلكه وعملنا ردود. ده من ضمن مساوئ المحبس الدفن انه بيسد، لكن محبس البليه ما يسدش، يدخلك عند خلاط عند محبس تقدر تفك وتسلك، الموضوع سهل. لكن لما محبس بليه السد لو جاب فيه طوبه حصوه مش هتعرف تخرجها، لو انت بطل مش هتعرف تخرجها، لو دخلت فيه زلطايه كده قد البليه ورشقت جوه في العتبه مش هتعرف تخرجها ولا تعرف تكسرها. ولو حاولت تعمل معلم متكسر هتخرج محبس الناحيه الثانيه، هتعمل فيه ثقب. وفي الحاله دي اللي يحصل بقى في الدنيا قصه طويله عريضه، وممكن محبس يكون مسجون تضطر تكسر وتوسع عشان تعمل حرف صد رد عشان تجمع المحبس بتاعك، فيلم طويل عريض. عشان كده بقول يا جماعه في حاجه اسمها ضربه استباقيه للاحداث، تبقى مذاكر في الحمامات. اوعى تفكرني بتاع مواتير، لا يا حبيبي، ده المواتير دي على جنب ورخامه المطبخ دي على جنب، انما شغل التاسيس اسالك واسال اتخن منك ومهندس عالي اتكلم معاه وامتحنه ازاي تعمل ضربات استباقيه للحمام. تمام؟ للاسف الشديد يا جماعه احنا عايزين نذاكر عشان خاطر مصطلحاتنا مش مهذبه الى حد ما. زي يقول لك خوارنق، ايه خوارنق ده؟ يعني ايه معنى كلمه خوارنق؟ ليه اقول خوارنق؟ طول عمره اسمه بنوه. انا من 46 سنه وانا عيل صغير كده، اول ما شفته في الحيطه يقول لي يا استاذ محمد عايزين نكسر نعمل بانوه. ما كانش يحبوه المرايه البارزه دي، كانش لسه فيه رف ظهر لسه، كان الرف كده خفيف. كان يعملوا بانوه جوه الحيطه عشان الحيطه كان زمان 35 و30، كان يكسروا جوه الحيطه حوالي 20 سم ويعملوا الخامه والمرايه جوه، اسمه بانو. بانو شيك، كلمه كده شيك، مش يقولوا خوارنق، خوارنقايه. ايه ده؟ ايه الكلام ملوش اي لازمه ده؟ في مصطلحات انا ما استعملهاش. ليه انا استعملها؟ انا بنقد الكلمه دي، مش عجباني الكلمه دي، ومصطلح غير مهذب بالمره. ايه خوارنق دي؟ ما تقول بانو.
عملنا 2 بانو، عملنا 3 بانو، 30 في 40، 30 في 50، 20 في 60، 60 في 70، 60 في متر، زي ما انت عايز. متعدد، واحد، اتنين، تلاتة، حسب طلب العميل وحسب المكان وحسب ما تشوف الديكور بالنسبة لك هتعمل ايه. ووريك البارتيشن تركب ازاي، وفصل البارتيشن، واعرف نظامها ازاي، وتبقى معلم في كل شيء. تبقى معلم في كل شيء. ما تبقى مدرسة ازاي؟ مدرسة لازم تعرف تعمل كل حاجة. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان طولت كتير جدا، لكن بقول لك لازم يبقى عندك حدود في شغلك مفهومة، تقدر تعمل ما هو ما يعملش مشاكل بعد كده العميل بتاعك. نهارك ابيض واصلح حالنا وحالكم. صلوا عليه كتير، واللي عنده سؤال عناية ليكم. وغالب السباكين بيسالوني، انا بفرح بيسالوني وفي نفس الوقت بحزن. بفرح جدا جدا بيسالوني ومعلمين تقال، وفي نفس الوقت بحزن. اسئله كي جي في حاجات كتير جدا جدا جدا. انا بفرح جدا بيسالوني، وبحزن اللي بيسالني ليه؟ لانك انت كده يعتبر دخلت الصنعه وشمرت دراعاتك بدري، وده غلط على العميل قبل ما يكون غلط عليك انت. مش عايز اطول عليكم، صلوا عليه كتير. الف الف سلامه.